تأقلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد أحمد ودي حلقة من حلقات بودكاست تأقلم. كل حد فينا بيمر بتجارب مختلفة من حياته، سواء نجاحات أو إخفاقات، ولكن الشاطر اللي يقدر يحافظ على النجاحات دي ويحول الإخفاقات إلى نجاحات. حلقة النهاردة مختلفة شوية، هتكون ميكس ما بين مجال أو جزء من مجال الماركتينج وجزء تاني إزاي تستغل طاقتك وإزاي تقدر تحدد شغفك تاني. عشان كده معانا النهاردة سمية عيد، فاوندر ستارت بوينت 1. قررت تتعلم مهارة جديدة مطلوبة في السوق عشان تزود بيها دخلك وتطور من نفسك، بس فجأة لقيت نفسك تايه وسط كمية الكورسات والمصادر ومش عارف تروح فين وتيجي منين. طب لو لقيت اللي يحل ليك مشكلة التوهان ويعلمك المهارة ويجيب لك مشاريع حقيقية على أرض الواقع تطبق عليها، وكمان في الآخر يوفر لك فرص عمل سواء فريلانس أو فول تايم، أهو ده اللي ستارت او بوينت 1 بتقدمه لك. مع ستارت او بوينت 1 مفيش توهان وهتبدأ تتعلم وتطبق وكمان تشتغل. أهلا بيك يا سمية. اهلا بيك. ازيك إيه يا الأخبار؟ خالد؟ الحمد لله. والله. اخبارك؟ انا تمام والله الحمد لله. مبسوط جدا ان انت معانا النهارده وان شاء الله تكون حلقه مميزه. انا اكتر. طيب انا ما عرفتش مين هي سمية، حابب ان سمية هي اللي تعرف نفسها اللي بيسمعنا. السؤال اللي بحسه روتيني. اوكي. انا سمية عيد. اتخرجت دفعه 23. حلو. كنت الديبارتمنت بتاعي في الجامعه فيزيكس. مالوش علاقه خالص، انا عامله شيفت كارير. بس انا عامله شيفت كارير من اولى جامعه، يعني دخلت الجامعه وقلت شكرا كده. وبدات اتعلم ماركتينج بقالي دلوقتي 5 سنين. حلو. بشتغل في الماركتينج. حلو. طيب ليه عملت الشيفت كارير من اولى؟ هل انت كنت مثلا مش محدده ان انت عاوز تخش علوم من الثانوي فالمجموع اثر معاكي، ولا احكي لنا برضو ليه عملت شيفت كارير من بدري كده؟ اوكي. موضوعي يرجع وانا صغيره قوي. كنت دايما بلعب العاب معينه كده، فكنت دايما بلعب ان انا حد بيزنس وومن كده صغيره. كنت حلو. حتى باخد البدل بتاعت بابا والبسها. وبعد كده اقعد اتكلم ان انا عندي، واجيب التليفون الارضي بتاعنا ان انا بشتغل بقى وانت اعمل كذا وانت اعملي كذا وهكذا. حلو. او كنت بلعب ان انا اعلاميه. فكنت حتى بجيب ايد الهون كده واقعد اتكلم ان انا كاني في مايك وهكذا. حلو. وكنت بلعب لعبه ثالثه ان انا شخص بيدرس او بيدي كورسز وهكذا. دول كانوا الثلاث لعب اللي انا بلعبهم من وانا صغيره خالص، يعني قبل اي حاجه. فلما بعد كده نسيتهم خالص. لما دخلت الجامعه حسيت انا كنت بحب الفيزيكس الصراحه، مش بكرهها، بحبها. بس حسيتها مش انا، يعني هشتغل ايه يعني؟ حلو. بعد ما اخلص هشتغل ايه؟ يا اما في الاغلب بنشتغل مدرسين. فحسيت ان اوكي انا بحب تدريس بس مش ده، مش اللي جوه الفصل وهكذا. حلو. فساعتها بدات ان انا اخش او افكر ان انا اعمل شيفت كارير. عظيم. فكان ساعتها كان في المبادره بتاعه وزاره الاتصالات تقريبا، اللي هي EDFU حاجه زي كده. تمام. فدي بدات كانت طب ايه المجالات اللي فيها؟ كانت فيها ماركتينج. طب خلينا نخش نشوف ايه المجال ده. فبس جت كده يعني. بس انت اصلا كنت بيزنس وومن من بدري قوي، اللي هو انا وانا صغيره كنت بمسك التليفون، انتوا ما عملتوش التاسك ده ليه او عملتوا التاسك ده ليه؟ لا كويس ان انت محدده الشغف من بدري. ما اصلا انا ما اخدتش بالي غير لما كبرت. يعني انا يعني مثلا من وانا في اعدادي مثلا كنت دايما انا الحته بتاعت الميديا دي، انا بحب الميديا قوي. فكنت حتى بطلع الحفلات بتاعت المدرسه، كنت بلقي شعر، كنت بروح مثلا مسابقات كتير. فكنت دايما جزء الميديا ده انا موجوده فيه، فكنت بحبه. وكنت حتى بحب الف واكتب روايات واكتب قصص وهكذا. فكنت الحته دي كانت فيا من وانا صغيره. بس ما ركزتش فيها قوي غير من قريب. غير انا وانا صغيره فعلا كنت بحب البيزنس وبحب الميديا وبحب التدريبات والكورس، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في ستارت بوينت 1. حلو قوي. يعني نقدر نقول ان انت خدت الشغف ده من والدك، بما ان والدك كان بيلبس بدل واللي هو رايح جاي والحاجات دي كلها. هل انت شايفه ان ده ممكن كان ليه تاثير عليك انت، ان انت عاوزه تعملي حاجه لنفسك كبابا يعني؟ I don't think so يعني. هو انا بس عشان كانت مرسوم في مخيلتي ان البيزنس وومنز او البيزنس مان بغض النظر يعني بيلبسوا بدل.
فدي حاجه حلوه. فبابا عنده دولاب فيه بدل، فانا بستغل الدولاب ده بستغل البدل دي زي الفل. طيب انت دخلتي الجامعه خلاص، وفي اولى الدنيا تمام دخلتي، هل انت كنت حابه اصلا الكليه في العموم ولا اصلا ما كانش في دماغك ان انت تخش علوم؟ انا كنت بحب الفيزيكس قوي، بحبها من وانا في ثانويه عامه، من وانا في اولى ثانوي وانا بحب الفيزيكس. وكنت بحبها في الجامعه وبحب مواد الجامعه وكنت بذاكرها كويس. بس ما كنتش حاسه ان انا هعمل بيها ايه، يعني انا ايه اللي انا هعمله بيه. فكنت بحبها كحب. كنت بحب دايما حتى اسمع، اخد عنها كورسز واسمع محاضرات وكده، بس ما كنتش شايفه نفسي في الكارير بتاعها. يعني اوكي انا ممكن لحد دلوقتي اقعد اتفرج على فيديو بيشرح حاجه معينه في الفيزيكس لحد دلوقتي عادي. ممكن اقرا كتاب بيتكلم عن الفيزيكس، ممكن اقعد احل مسائل انا بحب ده، بس ككارير مش شايفه ان انا ممكن اعمل بيه حاجه في الكارير. حلو قوي. انت شايفه ان الحاجات اللي انت خدتيها في الكليه بشكل عام بقى هل لها تاثير على شخصيتك؟ أكيد. بعيد بقى عن الحاجات التانية او انا مش حابه والحاجات دي كلها. اكيد طبعا. انا بشوف ان الكليه ومجال الدراسه حتى لو مش هنشتغل بيه بس هو بيأثر جدا في شخصيه البني ادم. يعني انا مثلا الفيزيكس هنيجي نتكلم على المستوى مثلا الشخصي، الفيزيكس اثرت فيا ايه؟ اثرت فيا ان كل حاجه ليها سبب، فانا ببدا ادرس الاسباب. اثرت ان خلت عقلي، وده المديرين لما بييجوا يتعاملوا معايا او كده بيلاحظوا ده، ان انا عقلي منظم، بفكر شويه بطريقه شبه المهندسين كده. يعني طبعا المهندسين مفيش زيهم دول الناس كلها فيها، بس يعني خدنا منهم جزء شويه ان احنا كلها equations، ده زائد ده بيساوي عدد في الاخر، فبنشتغل الجزء كلها اصلا الفيزيكس كلها ماث يعني. ف اثرت فيا طبعا، اثرت في طريقه تفكيري، اثرت في طريقه رؤيتي للحاجه. فانا ضد فكره ان الجامعه ما بتاثرش، لا الجامعه بتاثر حتى لو، او الكليه بالاخص بالذات القسم اللي انت فيه، انا شايفه ان هو بيأثر في البني ادم جدا جدا حتى لو هو ما اشتغلش بيه. حلو. يعني شايف ان انت اصلا تكمل في كليتك مهما كان الاسباب او مهما كان عملت شيفت كارير بقى في اي حاجه عموما؟ طبعا. النغمه بتاعت تسيب كليتك واصحى الصبح شوف شغفك فين. الساعه 5 مش الصبح، ماشي اصحى الساعه 5 شوف شغفك فين وكده. لا يعني لازم خد الكارير عادي وخد كليتك عادي، ومارس حياتك. انا كنت في كليه صعبه، وكان بيبقى عندي سيكشن من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 6 بالليل، سكاشن ومحاضرات. واشتغلت من سنه اولى جامعه وانا بشتغل، من سنه اولى جامعه وانا بروح وباجي وبشترك في انشطه. ما كنتش قوي دايسه في حوار الانشطه الطلابيه دي، بس دخلت يعني في كام نشاط كده دخلت فيه. فانا عملت كل حاجه من وانا في سنه اولى، وفي نفس الوقت مكمله في الكارير بتاعي. عظيم جدا. طيب مراحل الكليه ذات نفسها ال4 سنين، انت قلت ان انت كنت بتحضري لان اصلا الكليه بتاعتكم ملزمه ان انتوا تحضروا ده، او ان انتوا تحضروا سكاشن بشكل عام. انت كنت ازاي بتقدري توازني ما بين الحاجتين دول، خاصه ان انت شغفك ماركتنج او مش شغفك قوي، انت اتعرفت على مجال جديد لان لسه ما شفتيش هل هيكون مناسب معاكي ولا لا، وفي نفس الوقت عندك كليه مش هقول انت مش حباها بس انت شايفه ان انت مش هتقدري تستفيدي بيها بعدين. فكنت بتقدري توازني ازاي ما بين شغفك اصلا ان انت تذاكري او كده، وغير كده كمان ازاي كنت بتنظمي وقتك ما بين الاثنين؟ اوكي. بص، هو انا حتى صحابي كانوا دايما يقولوا لي يا سمية انت يعني مش ده مكانك في الجامعه. وتاني عشان المصطلحات دي بتتفهم غلط، مش ده مكانك معناها قومي امشي سيبي المكان اللي انت فيه وروحي مكان تاني، لا. بس هما كانوا شايفين ان انا في الكارير في الحته بتاعه الشغل، او مثلا لو هشتغل او هاخد الطريق بتاع الكارير ده، ان الحته ان انا الفيزيكس دي، او ان انا حتى اقف في فصل واشرح فيه فيزيكس او كده، مش بتاعتي. يعني انا شخص مفتوح اكتر من كده. فمحتاجه، حتى هم كانوا بيقولوا لي ده يعني من غير ما انا اتكلم، هو كان باين عليا ان الحته دي مش بتاعه سمية. طيب كنت بنظم وقتي ازاي؟ الصراحه انا كنت محظوظه بصحابي، يعني انا حتى لو كنت سقطت حاجه كانوا هم بيلحقوني بيها. لو في محاضرات كانوا هم بيشرحوها لي حاجه مش عارف ايه وهكذا. فده كان شايل من عليا حمل ان ايه، ان انا لوحدي في الجامعه. لا، انا ما كنتش لوحدي في الجامعه صراحه، كانوا صحابي معايا على طول. دي كانت اول حاجه، فكانت بتسهل عليا المذاكره، لان مثلا كنا عارفين ان الدحيحه هتخلص التلخيص وهتديه لنا وتبعتها على الجروب بالظبط. فخلاص انا عارفه ان انا ببقى قاعده في المحاضره مركزه، وعارفه ان انا هاخد المحاضره بعد ما اخلص. فده كان بيشيل من على دماغي تفكير كتير. تاني حاجه، لما كنت بروح بقى
انا شخصيه يعني هايبرد شويه، فمش هتلاقيني هاديه كتير، حتى هتلاقي ناس زهقت من ايدي. فكنت لما بروح بقى مش بنام واقعد لا، طب عندنا كورس خلينا نشوفه، عندنا شغل مثلا، طب خلاص ممكن يعني. كنت بخلص، انا فاكره سنه اولى دي اول حاجه اشتغلت فيها، اشتغلت اسيستنت مع مدرس فيزيكس. حلو. كنت بنزل بعد ما بخلص شغل عادي، بعد ما بخلص جامعه، سوري يعني بخلص جامعه كنت بخلصها مثلا، كنت بنزل في الايام اللي بخلص فيها بدري، فكنت بخلص مثلا الساعه 4 5، اطلع على الشغل، اخلص الشغل واطلع على البيت، فكنت مثلا بروح البيت الساعه 10 11 واصحى الصبح اروح الجامعه هكذا. فحياتي ما كانش فيها رفاهيه تمام خالص. حلو. انا كنت ففكره ان انت تعمل بيه اكتر من حاجه تقدر، بس ما تستناش اوبشن الرفاهيه. يعني ما تستناش بقى ان انت تخرج مع اصحابك ليل ونهار، ما تستنيش بقى ان انت هتروحي تعيش حياتك بقى وتقضيها سوشيال ميديا لا. يعني انت خلاص طالما اخدت القرار ان انت هتعمل اكتر من حاجه، هتقدر ان شاء الله باذن الله تعملها. بس اوبشن الرفاهيه او اوبشن ان انت يبقى عندك وقت لحاجات زياده مش هيبقى عندك. طب شايفه ازاي ان انا برضو اقدر اوازن؟ يعني انا مثلا بروح الكليه من الساعه 8 الصبح للساعه، انا اعرف ان كليتكم اصلا لحد الساعه 6 عادي جدا بتفضلوا شغالين كل يوم. كل يوم ما مفيش فيه بالظبط. كنت بتروحي الشغل ازاي وبترجعي اصلا؟ يعني مش عايز اقول سترونج اندبندنت وومن، لا بلاش مش عايز اقولها الصراحه، ما تخشش في حته بالظبط. فاللي هو فاهم غلط. فاللي هو ازاي كنت بتقدري تعملي ده؟ انا كواحد مثلا بتابع ده وبتابع ده، انا ما بقدرش، وانا كليتي اصلا ما بحضرهاش. فلما انت بتكون بتحضر حاجتين او 3 فالموضوع بيبقى صعب شويه. انا ازاي اقدر اخد خطوات او حاجات معينه اعملها في يومي اقدر احدد ان انا هنا صح؟ اوكي طيب، انا مقتنعه ان كل حاجه بتكون بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى. انا في الاول قبل اي حاجه انا بستعين، وببقى مقتنعه ان الله اذا كلف اعين. فخلاص طالما الله سبحانه وتعالى حطني في الحته دي، يبقى ان شاء الله قدها. دي اول حاجه، او دي المايند سيت اللي انا ابدا اركز فيها. ان انا اوكي، انا عندي جامعه صعبه وعندي حاجات تانية مهمه عايزه اعملها او عايزه اخد ستابس مختلفه. فاول حاجه بحط في دماغي ان شاء الله الله هيعين. تاني حاجه بحط النيه، هو انا اصلا ليه عايزه اعمل ده؟ لان انا هرجع في الاخر اعمل ده. انا مقتنعه ان البني ادم الله سبحانه وتعالى خلقه لسببين. السبب الاول ان هو يعبد الله، أكيد. تاني سبب ان هو يعمر الارض. فكل واحد بيعمر الارض بالطريقه بتاعته أكيد. او بالطريقه اللي تناسبه. فانا خلاص انا حطيت في نيتي، او يعني ده اللي كان في دماغي ساعتها، ان انا اوكي عايزه ابدا انطلق عشان ابدا اعمر الارض وابدا اتكلم مع ناس واقول وهكذا. وابدا يعني اعبر عن شويه من اسمها ايه، الاقتناعات الاقتناعات اللي انا مقتنعه بيها والقيم اللي عندي. تمام. فابدا انقلها للناس من خلال التعاملات والشغل وهكذا. فاول حاجه انا بستعين. تاني حاجه ان انا ببدا افكر نفسي انا ليه عايزه اعمل ده. تالت حاجه زي ما قلت ان انا خلاص ببقى عارفه ان دي مسؤوليه وان الموضوع صعب، مش الموضوع مش سهل. فابدا بقى ان انا يعني استغنى عن حاجات. او ماشي، انا بدل مثلا بعد الجامعه ما بخرج ساعه، لا مش هخرج ساعه، انا هروح على البيت على طول عشان عارفه ان انا عندي شغل المفروض اخلصه. عارفه ان انا مثلا اخر محاضره دي مش مهمه، كنت بقعدها عشان بقعد مع اصحابي، لا معلش باي باي المره دي ونتقابل المره الجايه ان شاء الله. تمام. فببدا ان انا اتخلى عن حاجات هي مش من الاولويات عشان اقدر اعمل بيها حاجه تانية. عظيم. اهتم طبعا بصحتي، باكلي وبالفيتامينز بتاعتي عشان المجهود بيبقى ضخم. بس يعني انا شايفه دي الحاجات اللي المفروض اي حد يعملها. حلو قوي. انت قلتي ان انت بتشيل حاجات مش اولويات. انا مثلا شايف من وجهه نظري ان الحاجات ديت هي مهمه جدا في حياتنا. شئنا ام ابينا، خروجك مع اصحابك بيخليك تفصل شويه، اللي انت مثلا تستنى اخر محاضره تقعد تتكلم مع ده، تشوف دماغ ده بيكون حاجات مختلفه شويه عندنا وهي الرفاهيه. ولكن لو انا حياتي كلها شغل وكلها بقى انا رايح هنا من الجامعه واذاكر والحاجات دي كلها، اكيد في وقت مننا هنفصل فيه. احنا مش حتى القلب بتبوظ وتعمل لها صيانه. فانت شايفه ازاي ان انا اقدر ارجع شغفي ده؟ يعني انا مثلا انا بفصل، اي حد فينا هيجي له وقت ويفصل فيه اكيد طبعا، واكيد ده ليه اثار سلبيه علينا احنا كنفسيتنا، وانا مش قادر وانا والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه ده طبعا. فهل ده ملوش تاثير او انت شفتي تاثيره ايه؟ وغير كده كمان قدرتي تتعاملي معاه ازاي؟ اوكي بص، انا ما كنتش اول حاجه ان انا اتخليت عن صحابي خالص. انا بقول مثلا ان احنا عندنا في بدل ما كنت بخرج كل يوم معاهم، فانا هخرج مره مرتين. ليه؟ علشان انا عندي اولويات تانية. عظيم. بس في نفس الوقت انا قللت، بدل ما انا مثلا بخرج 5 مرات فانا خرجت مره واحدة او مرتين. ليه؟ عشان انا
انا عايزه اعمل حاجه تانية. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انا ما كنتش بشوف الحاجه اللي انا بعملها دي عذاب ليا، يعني انا ما كنتش بشوف ان انا بشتغل عشان بعذب نفسي، ما انا اللي مختاره، ما حدش اجبرني على ده اكيد. فانا مثلا لما كنت بشتغل اسيستنت كنت بستمتع جدا ان انا بشوف بنات تانية وكانوا بيحبوني جدا، وكانوا اول ما بيشوفوني بيجي يسلموا عليا، وايه ده شكلك صغير، انت مش عارف ايه، انت اسيستنت ازاي، وهكذا. فكنت بستمتع بالموضوع ده. كنت مثلا زمايلي اللي معايا بنبدا ناكل، بنبدا مش عارف نهزر فالدنيا مش قافله، يعني احنا مش بنشتغل بنكبت نفسينا، لا يعني الحياه فاني في اي حاجه انت اللي قادر تحولها كده بحسب رؤيتك ليه. انا ما كنتش بشوف ان انا متعذبه او ان انا الصبح الساعه 8 وبعد كده بروح الشغل، لا خالص. يعني اوكي انا طول الجامعه طول الوقت انا قاعده مع اصحابي، تمام، صحابي خلاص بناكل وبنهزر وبنضحك وعايشين حياتنا، اوكي بنحضر السكاشن بس مش عارف الدكتور قال ايه فبنهزر مع بعضينا، طب مش هنخلص هنروح نصلي مع بعضينا، هنروح نجيب اكل. فانا قاعده مع اصحابي طول الوقت. بخلص برضو بروح الشغل، بشوف ناس، ببدا اشوف حاجات جديده، بعمل حاجات جديده، فهكذا. فالموضوع مش كبت يعني، او ان هو ان انت ما بتفصلش من الناحيه النفسيه او هكذا. حلو قوي. خلينا نخش في اثاره الجدل شويه. اوكي، ايه رايك اصلا في شغل المراه عموما؟ الحته سنسيتيف بقى اللي موجوده بالظبط. خلينا بقى نخش في الحته دي. اوكي، بص انا يعني عندي معتقدات. هو البنت مش مجبره ان هي تشتغل، ما فيش حاجه تخلي البنت مجبره ان هي تشتغل. اوكي، طب ما انت بتشتغلي، يعني سؤال بديهي، بس مش مجبور، مش مجبوره. ولكن انا بشوف انها اولويات. يعني انا دلوقتي في الكيس بتاعتي مثلا، انا لو مش بشتغل هعمل ايه؟ قاعده في البيت، بعمل ايه؟ ولا اي حاجه. طب ما انا ممكن استغل الوقت ده في ان انا اطلع حاجه او اطلع منتج يفيد ناس تانية او يفيد حد، او حتى يفيد البيزنس. يعني اوكي انا مش شغاله فول تايم في مكان معين، انا فريلانسر، بس خلينا نقول ان احنا مثلا شغاله عادي موظفه عاديه خالص. حلو، ما انا بفيد المكان اللي انا بشتغل فيه طبعا. فاوريدي بطلع منتج، بقابل ناس، ببدا اخش في علاقات، ببدا اشوف الحياه. عكس لو انا قاعده في البيت خالص مش بعمل اي حاجه. فده ليه؟ ده علشان انا لسه مثلا مش مرتبطه مثلا دلوقتي، مش متزوجه، فعندي اولاد. فنيجي مثلا لكيس تانية، بنت مثلا متزوجه، فهي عندها اولويات تانية طبعا، بطريقه تانية. طب بطريقه تانية، فهي عندها دلوقتي يعني دي كده نمبر 1 في الحياه بالنسبه لاي بنت او باي مرأة. فانا بشوف ان شغل المرأة في العموم مش اجباري ومش مطلوب منها ان هي تشتغل. اوكي، ولكن هي ترجع تاني البوينت اللي بعديها، ان هي اولويات. انت بتشوفي اولوياتك ايه في الوقت ده وبتظبطي عليها. طيب ظروف الحياه دلوقتي مش احسن حاجه، والمعظم بقى بيشتغل، فتحس ان هو بقى اجباري. فانت محتاجه بقى ساعتها ان انت تبداي تفكري بطريقه مختلفه عشان تقدري تواكبي ما بين الشغل وما بين الحياه عموما. فور اكزامبل ان انت لو مثلا، او انت حاطه في دماغك خلاص ان انت كمان 2-3 هتتزوجي ويبقى معاكي اولاد، انت من قبليها تحاولي بقى ان انت تشتغلي مثلا فريلانسر او تشتغلي شغل ريموتلي عشان تقدري تواظبي ما بين البيت والاولاد والشغل. تبداي مثلا عايزه تفتحي بزنس ليكي، الحاجات اللي هي بتبقى الهاند ميد او الاكل، حتى الحاجات اللي هي دي تبداي ان انت تتعلمي فيها وتشتغلي عليها، بحيث ان انت بالاخر، لان الحياه دلوقتي برضو ما بها يعني عند جزء كبير قوي ما فيهاش رفاهيه الحته بتاعت ان الست ما تشتغلش طبعا. فاوقات بتبقى مجبره ان هي تشتغل، ظروف الحياه اجبرتها على كده. فساعتها بشوف ان هي بتبقى محتاجه بس تشوف طريقه الشغل المناسب ليها عشان تقدر تواظب او يعني ما بين كل حاجه في حياتها. حلوه. انت شايفاها ان هي ترتيب اولويات؟ يعني دي اهم حاجه. حلوه قوي. بناء على الاولويات دي ابدا اشتغل. لو انا قررت الشغل اختار نظام شغل مناسب للاولويات اللي عندي. عظيم قوي. انا دايما بشوف ان انسب شغل هو للمراه هو الريموتلي. بصراحه فول تايم ده في شركه او الحاجات دي كلها انا مش مقتنع بيه. انا كنت فول تايم لحد شهر 2 اللي فات. من شهر 2 اللي فات بقيت فريلانس 100%. فصراحه فرق شاسع. بتدي للبنت فلكسبيليتي في كل حاجه، هي بتدي لاي حد عموما، بس أكيد. البنت بتبقى لو عندها التزامات بيبقى الموضوع بالنسبه لها احسن كتير، بيكون حفاظ عليها اكتر ما هو التزامات، او اللي انا بيكون عندي رفاهيه. البنت زي ما انت قلت هي مش ملزمه، فممكن تقعد في البيت 24 ساعه ما حدش يقول لها مش اشتغل او ما اعملي اي حاجه.
فعلا بقى دايماً نلغي بشوف- فكره الاندبندنت وومن ده وفكره ان ابني كاريرك يعني بلاش الفكره دي الله يكرمكم، عشان البنات هتروح في داهيه بسبب الفكره دي. يعني لو انت مش مجبره انك تشتغلي ومش عايزه تشتغلي ما تشتغليش. حلو. بس دايما بنشوف ان السوشيال ميديا بشكل عام هي عملت الحاجه دي، اللي هو انا زي الرجل، فانا اقدر اشتغل، فانا اقدر اطلع شغل. ومعلش في الكلمه، البنات بتاخد مرتبات اقل من الشباب، فبالتالي بيبقى لهم فرصه كبيره قوي. بدل ما ادي لاي شاب اجي اقول له هديك 3 فيقول لي لا انا عاوز 5، ففي بنت اصلا ممكن تشتغل ب 1500 و2000 جنيه عشان بس تجيب الكريمات او مش عارف تعرف تقضي غرضها عموما بشكل عام. فده بسبب من الاسباب برضو ان البنات طول ما هي موجوده في سوق العمل هي هتشتغل، لان هي بتلاقي شغل اسرع، مش عشان حاجه، بس عشان هي بتاخد مرتب قليل بس. بصوا بالنسبه لحوار السوشيال ميديا طبعا يعني السوشيال ميديا بتاثر علينا كلنا للاسف. السوشيال ميديا بقت بتبني ثقافات دلوقتي، ثقافات احنا بنقتنع بيها. منها طبعا الاسترس اللي بتحطه على البنات ان انت لازم تشتغلي وان انت لازم تبني الكارير بتاعك، وان انت زي الرجل. مفيش، احنا مش زي بعض. يعني ست والراجل راجل اكيد. ما فيش بقى فكره ان احنا مساواه دي، ما فيش. الله سبحانه وتعالى اصلا يعني في العمل اوكي سوا، بس هي ليها ظروف خاصه بيها، وليها طبيعه معينه، والراجل برضو نفس الموضوع طبعا. فما نجيش بقى نقول احنا شبه بعض، لا احنا مش شبه بعض. حلو. يعني كل واحد يعرف الحقوق بتاعته والواجبات بتاعته ايه عشان نرتاح من الموضوع ده يعني. عظيم قوي. فالسوشيال ميديا بتبني ثقافات للاسف، بس احنا محتاجين بقى ان احنا نتعامل معاها وان احنا نوعي بقى. لا يعني لا، انت محتاجه تقعدي في بيتك عادي خالص، اتدلعي عادي خالص طبعا. ومش لازم تشتغل. حلو. انا عارفه ان الكلام ده ممكن الناس تقول لي طب ما انت مش كده يعني. يعني انت بتشتغلي بس انا بشتغل. اولا ظروف حياتي مختلفه، بلس ان انا شايفه لو انا ما عملتش ده دلوقتي هيأثر عليا بالسلب. اصلا انا هعمل ايه يعني؟ انا هكتئب لو قعدت ما عملتش حاجه. يعني انا شخصيه لو ما فيش حاجه في حياتي هكتئب. تمام. وما اعتقدش ان انت بس يعني كل الناس لو قعدت في حياتها من غير هدف هي مش هيجي لها اكتئاب ومش هتقوم. بالظبط. طبعا. طيب خلينا ننتقل لحته تانية، وهي ان انا مثلا انت شايفه ان الريموتلي يكون كويس للبنت لو هي هدفها ان هي تشتغل. ازاي اقدر احصل على وظيفه فريلانس اقدر اشتغل بيها من البيت؟ اوكي. اول حاجه لازم يكون في سكيلز تكنيكال انا متعلماها. يعني انا فريلانس، انا ببيع خدمه، فلازم الاول اتعلم الخدمه اللي انا هبيعها. طبعا. فانا محتاجه الاول اتعلم سكيلز، ديجيتال ماركتنج، كونتنت، جرافيك ديزاين، وات ايفر السكيلز اللي انا هتعلمها. طب اختار السكيلز دي ازاي؟ اختارها بناء على انا مين، انا بحب ايه، انا اصلا قدراتي ايه. ابدا كده. لو في لايف كوتش طبعا يكون، او كارير كوتش اقدر استعين بيه هيكون افضل. مش متوفر، ببدا اجرب. يعني انا تقريبا عشان اوصل اللي انا عايزه ايه، او ايه السكيلز اللي انا اتعلمها، انا بتعلم من وانا في 6 ابتدائي. يعني اتعلمت فوتوشوب وانا في 6 ابتدائي، اتعلمت مونتاج وانا في 2 اعدادي تقريبا. حلو. اتعلمت برمجه وانا في 3 ثانوي او في 2 ثانوي. فانا جربت، عديت عليهم كلهم كده عشان في الاخر انا هشتغل في الديجيتال ماركتنج. عظيم جدا. فدي الحل التاني. الحل الاول ان انت تشوف كده، تعمل اناليسيز عن نفسك وتفهم انت مين عشان تعرف تختار السكيلز اللي انت عايز تتعلمها. تاني حاجه، مش عارف بقى خلاص جرب. خش في الجرافيك شويه، مش نافع خلاص اقلب. خش في الكونتنت شويه، تمام ظبط معاك خلاص كمل فيه. فاول حاجه عشان يعني البنت تبدا تلاقي شغل على فريلانس، اول حاجه ان هي لازم تتعلم خدمه معينه عشان تقدر تبيعها. تاني حاجه بقى اللي هو ازاي اجيب كلاينتس. الاول محتاجه تشتغلي لو انت فريش خالص بقى ولسه متعلمه السكيلز، محتاجه تعملي بورتفوليو او تعملي مشروع وهمي كده تشتغلي عليه، عشان لما تيجي تقدمي او تيجي تقولي لحد ان انا اشتغلت تروحي تشتغلي فيه. فاول حاجه تشتغلي على اي بروجكت. تاني حاجه هاتي موبايلك، افتحي كل الكونتاكت اللي عليه وشوفي مين مثلا فاتح بزنس من العيله، من صحابك، من قرايب صحابك، من دايره علاقاتك. مش بقول لك تبقي حد يعني عندك علاقات كتير، خالك عمك الحاجه بالظبط. تبداي تشوفي مثلا البيزنس اللي عندهم بيشتغلوا ايه، هل الخدمه اللي انت اتعلمتيها دي هتقدر تنفعهم او تقدري تشتغلي معاهم. لو كده جيبي كلاينتس منهم عادي. يعني انت اعتبريهم كلاينتس وتعاملي معاهم على هذا الاساس.
حلو. اوكي مفيش مانع، اوكي هشتغل شهر مثلا فور فري والشهر التاني هيبقى بكذا وهكذا. تمام. فدي اول طريقه عشان بس نبقى نتنقل من ان احنا بس بنتعلم ان احنا بدأنا نشتغل. حلو. فدي اول طريقه. تاني طريقه هي النتوركينج العاديه، ان انا مثلا بنزل ايفنتس معينه فبوزع الكوردز بتاعتي، فانا فلانه الفلانيه انا كذا كذا الناس فاهمه الحمد لله. ماشي. انا بعمل كذا كذا ودي الخدمات اللي انا بقدمها، ولو حضرتك محتاج حاجه وهكذا، فببدا اعمل شبكه علاقات واعرف الناس بنفسي. عظيم. وثالث حاجه لينكد ان، من الحاجات اللي احنا ممكن مهمه جدا جدا. كويس. بيبقى عليها فرص كتير. وطبعا اسمها ايه، مواقع العمل الحر. حلو. دي الطرق اللي احنا بنبدا ان احنا نشتغل بيها، او دي الاماكن اللي عليها جوب ريموتلي بالظبط. وفي طبعا جروب الفيسبوك، جروبات الفيسبوك في منها بينزل عليها وظائف كتير ممكن برضو ان احنا نستخدمها. حلو. كل ده بقى بيصب في البيرسونال براندنج، ان انت ازاي تعرفي تعملي بيرسونال براندنج لنفسك. عظيم. دي حته تكنيكال بقى يعني. خلينا كنت لسه اقول خلينا نتكلم في البيرسونال براند، لان الاغلب دلوقتي بقى بيعمل بيرسونال براندنج بشكل مش عايز اقول ان هو بيفخم في نفسه قوي، وانتوا مثلا ممكن تتعامل معاه لا عادي، انت يعني مش عايز اقول بالونه وفي الفاضي، ولكن الاغلب اللي موجود دلوقتي هو معتمد على كونتنت كويس، هجيب معلومات من اليوتيوب هلخصها وانزلها فانا كده جامد والدنيا زي الفل. ولكن بتيجي تشوفي الواقع او تيجي تشوفي النتائج اللي هو بيعملها، تعالى مثلا قول له امسك البروجكت ده وهات لي النتائج بتاعته، هيجي بتبقى فاضيه او ما تبقاش كويسه، فده بيصب اصلا في حاجه هو مش هتبقى في صالحه بعد كده. فانت شايفه ازاي اصلا اقدر اعمل بيرسونال براندنج كويس عشان اقدر يعني اشتغل وفي نفس الوقت ما اقعش في فخ ان الناس تحس ان انا ما عنديش محتوى او ان انا فاضي كمعلومات. حلو جدا. طيب بص، الاول خلينا نتفق على قاعده، والناس ممكن تشوفها ان هي يعني فيها ظلم او قاعده وحشه، بس هي يعني هي حقيقه واحنا محتاجين نتعامل معاها. ان اللي بيبيع اكتر هو الاشهر مش الاشطر. حلو. تمام. فكل ما كنت اشهر كل ما كنت هتبيع اكتر طبعا، بغض النظر طبعا الكواليتي بتفرق وكل ده، بس الشهره في حد ذاتها بتخليك تبيع اكتر اكيد، وبتوصلك لناس ابعد وناس احسن اكيد طبعا. بتوصلك لليفل احسن وبتجيب كواليتي من الكلاينتس اعلى. تمام. طيب الشهره دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من بيرسونال براند. حلو. اوكي. طيب فانا محتاجه الاول اتقي الله واقدم كواليتي كويس قبل اي حاجه، عشان اجمع ما بين الشطاره واجمع ما بين الشهره. يعني ما بقاش حد مشهور والسكيلز بتاعتي ضعيفه او هكذا. لا، يعني احنا بناخد فلوس وهنسأل عنها، فاحنا محتاجين نتقي الله سبحانه وتعالى في الفلوس اللي احنا بناخدها دي ومع الكلاينتس اللي احنا بنتعامل معاهم، ونبدا ان احنا نقدم كواليتي بشكل كويس. اكيد. دي اول حاجه. طيب فالكواليتي ده امر انت لازم تكون مفروغ منه. طبعا. انت كواليتي شغلك اللي هتطلعها للكلاينت بتاعك لازم تكون على اعلى مستوى. نعمل ازاي بقى بيرسونال براندنج؟ بص، البيرسونال براندنج فيها غلطه دلوقتي عشان ناس كتير يعني بتفتكر ده. هي مش لازم تكون اونلاين بس، يعني انا مش لازم عشان ابقى اعمل بيرسونال براندنج اصحى الصبح امسك موبايلي واقف اعمل ريلز واعمل وانزل على التيك توك والانستجرام. دي مش بيرسونال براندنج، دي تولز بنطبق بيها البيرسونال براندنج. البيرسونال براندنج ابعد من كده شويه. هي زي ما بنقول كده، هي تقاطع ما بين انا مين وعايز الجمهور بتاعي او التارجت اودينس بتاعي هو مين. حلو. او يشوفني ازاي. تمام. فده باختصار قوي ايه هي البيرسونال براندنج. طيب عشان اعمل ده في ستيبس كده انا بمشي عليها، بناء على الستيبس دي بقدم كونتنت في الاخر. ده لو احنا هنتكلم على البيرسونال براندنج الاونلاين، في كونتنت في الاخر انا بطلعه. حلو. بس مش الكونتنت ده هو نمبر 1. يعني انا عندي ستيبس بعملها، بعد الستبس دي ببدا اطلع الكونتنت بتاعي بالشكل المناسب. ومش لازم خالص ان الكونتنت بتاعي يكون فيديوز، لا. الكونتنت عندي مقالات، عندي بوست، عندي فيديوز، عندي بودكاست ده يعتبر من انواع الكونتنت. فانا عندي كونتنت كذا طريقه من الكونتنت، بختار الطريقه دي ايه، بختارها بناء على الستبس اللي احنا قبليها انا هقولها ان شاء الله. تمام. دي اول حاجه. فانا عندي بيرسونال براندنج اونلاين واوفلاين. عظيم. افضل حاجه ان انا ادمج ما بينهم. طب في ناس مش بتعرف تعمل اونلاين، ممكن تعملها اوفلاين عادي. عظيم. اوكي. طيب اونلاين قلنا خلاص ان هي بتبقى عباره عن كونتنت وبنجيب الستبس بتاعتها. الاوفلاين بجيبها منين او بعمل بيرسونال براندنج ازاي؟ من خلال الكلاينتس بتوعي اللي معايا، من خلال النتوركينج بتاعتي، من خلال الايفنتس اللي انا بحضرها او الاجتماعات اللي انا بحضرها، من خلال الكلام اللي انا ببدا اتكلمه عن نفسي مع الناس.
في نفس الوقت لما بشتغل مع كلاينت مثلا فور اكزامبل ان انا هشتغل معاك مثلا، فانا عملت الشغل عجبك، انت هتعمل ايه؟ اكيد هدي فيدباك كويس. ولو حد قدامك احتاج نفس الخدمه اكيد هترشحه. اكيد. نفسك تبني هوية بصرية للبزنس تبعك بشكل احترافي؟ وام ديزاين هي شركة مختصة بعمل كل الأدوات البصرية، لوجوز ومطبوعات زي بطاقات العمل وفواصل الكتب والمنشورات والرزنامة. كمان لو حابب تتوسع ويكون ليك تواصل على السوشيال ميديا، فهم هيصمموا ليك هوية بصرية مناسبة لكل منصة من منصات السوشيال ميديا. تقدر تتواصل معاهم من اللينك اللي في البايو. بقى اللي انا ببدا اعملها قبل ما بحدد الكونتنت اللي انا هقدمه في البيرسونال براند بتاعتي، بشوف اول حاجه انا مين، ايه نقاط القوه بتاعتي، ايه نقاط الضعف بتاعي، انا بحب ايه، بكره ايه. ببدا اعمل اناليسيز عن نفسي كده. تاني حاجه بحدد حاجه معينه هتكلم فيها. بتلاقي مثلا ناس بتتكلم في الجزء او الجانب الاسري، بعدين بيتكلم في الديجيتال ماركتنج شويه، بعدين بيتكلم في العقارات شويه. لا، هو شاطر في كل حاجه من الحاجات دي. هو يعني مش بيعمل كده ان هو عايز، هو شاطر في الحته دي وشاطر في الحته دي وشاطر في الحته دي. فدي غلط. انت محتاج عشان تعمل بوزيشننج مظبوط، محتاج ان انت تشتغل على حاجه واحده بس او توبيك واحد بس بتتكلم عنه. طيب السؤال اللي بيجي هنا دايما، طب انا شاطر في اكتر من حاجه، اختارها ازاي؟ اختار الحاجه اللي انا شاطر فيها ازاي؟ بترتبهم وبتدي سكور لنفسك من كل حاجه من 1 ل 10. شاطر فيها قد ايه وبتحبها قد ايه. بناء على ذلك اعلى حاجه تجيب فيها سكور اختار ده، او اختار التوبيك ده في ان انت تتكلم فيه. عظيم جدا. اوكي، بعد كده بتبدا تحلل التارجت اودينس بتاعك او الجمهور المستهدف بتاعك. تبدا تفهم هو مستني منك ايه، ايه المشاكل اللي عنده، فانت هتحلها له بالكونتنت بتاعك. انت اصلا متارجت مين؟ متارجت مثلا البيزنس اونرز وسي او، ولا متارجت مثلا حد بيجنر، متارجت طلاب؟ فانت بتبدا تحدد التارجت اودينس بتاعك عشان تبقى عارف هتكلمه ازاي. حلو. بعد كده بتحدد البرسوناليتي بتاعتك او التون اوف فويس. البرسوناليتي جواها كذا حاجه، منها التون اوف فويس بتاعك. هتتكلم ازاي مع الناس؟ هل مثلا بتلاقي ناس هو شخصيته جد جدا جد جدا، بس بتلاقيه مثلا بيتكلم بطريقه فاني. طب انت بتتكلم بطريقه فاني ليه؟ انت يعني مش حد مضحك او بتقول حاجه؟ فيقول لك لا، عشان ده اللي بيمشي يعني، او ده اللي ماشي دلوقتي. كل ما كنت بتتكلم بطريقه فاني وكده، ده اللي بيجيب معاه. فلا، انت يعني بتعكس شخصيتك بما يتناسب مع الجمهور بتاعك. حلو. فانت بتبدا تحدد البرسوناليتي بتاعتك. عظيم. بعد كده بتحدد القيمه اللي انت هتقدمها. المحتوى اللي انت هتقدمه ده محتوى ترفيهي. يعني مثلا هتلاقي حاجات زي مثلا الدحيح، او ده يعتبر ترفيهي. ولا هتقدم محتوى تعليمي، ولا هتقدم محتوى مضحك. فانت بتحدد الفاليو بتاعه الكونتنت بتاعتك هتبقى عامله ازاي بناء على الكاتيجوريز اللي انت اصلا مختارها او مختاره على التوبك ايه. تمام. فبتبدا تعمل كل الستبس دي. بعد ما بتخلصها بتختار نوع الكونتنت المناسب ليك وبتبدا تشتغل عليه. والله انا مناسب ليا عشان انا سمية مثلا، وعشان انا عايزه اقدم كونتنت في مثلا في البيرسونال براندنج او في البراندنج. فانا شايفه ان الفيديوز هتكون نوع كونتنت مناسب، فخلاص اخترت الفيديوز. لا، انا شايفه ان المقالات على لينكد ان بالنسبه لي هتكون مريحه. انا ما بحبش اقف قدام الكاميرا مثلا. انا ما بخاف من ان انا اتكلم او الناس تشوفني. ده كله انا عرفته وانا عامله اناليسيز لنفسي فوق. فانا عارفه ايه الحاجات اللي انا بعرف اعملها وايه الحاجات اللي انا مش بعرف اعملها. في ناس تانية انا ما بعرفش اكتب، طريقتي في الكتابه مش كتابه المقالات او كتابه البوستات الطويله مش احسن حاجه. فخلاص انا هختار الفيديوز. فهكذا. فانت بتختار نوع المحتوى بناء على ستيبس كتير انت عملتها في الاول عشان تقدر تختار الطريقه المناسبه ليك. حلو قوي. طيب ديت حته البيرسونال براندنج. تمام. خلينا نخش بقى بتعمق شويه، وهي مجال الماركتنج اللي يعتبر فيه اكتر من 15 جوب ديسكريبشن ليه. بتيجي نشوف الشركات بسم الله ما شاء الله طالب سوشيال ميديا سبيشاليست، وتلاقيه مثلا سوشيال ميديا بس مش سبيشاليست بالظبط. فبتلاقي حاجات كتير جدا في النص كده، وحد مثلا ريلز كنت كرييتور ومش عارف ايه، حاجات كتير كده. فانا ازاي بقى اقدر احدد حاجه من الحاجات دي كلها في مجال الماركتنج بشكل عام؟ اولا في اساسيات زي ما بنقول كده، كل مجال ليه اساسياته. تمام. فانت محتاج الاول خالص تاخد الاساسيات دي. لازم تفهم المصطلحات اللي جوه الماركتنج. يعني ايه بيرسوناليتي، يعني ايه تارجت اودينس، يعني ايه نيش. فانت تبدا في كده مصطلحات جوه لازم تفهمها. يعني ايه ماركتنج بروسيس. تبدا تفهم كل الحاجات دي اللي هي اللي بنسميها البيزك او الاساسيه. خلاص، دي لازم تكون موجوده عند الكل.
طيب نيجي بعد كده بنتكلم في التخصصات اللي موجوده جوه المجال. ما اقدرش اقول لك دلوقتي صراحه مثلا يعني تختار مين جوه المجالات دي. عندك حاجات كتير قوي يعني عندك السوشيال ميديا، عندك الكونتنت كرييتور، عندك الاي كوميرس او الميديا باير، عندك كونتنت كرييشن، كوبي رايتنج، ده كونتنت. يعني جوه الكونتنت عندنا كذا حاجه، عندنا كونتنت وعندنا كوبي رايتنج، عندنا الاي كوميرس، عندنا وجوه الاي كوميرس بلاتفورمز معينه. يعني في حد بيشتغل على البلاتفورم دي وحد بيشتغل على البلاتفورم دي جوه الاي كوميرس. فكل حاجه جواها يعني تخصص اصلا جوه التخصص. ما تشغلش بالك لو حد بيبتدي، ما تشغلش بالك بالحوارات دي. انت يعني خلاص قررت هتخش الديجيتال ماركتنج، اتعلم الاساسيات اول حاجه. بعد كده اقرا عن كل مجال بيعمل ايه وشوف ايه الحاجه اللي انت حابب تشتغل فيها. حلو. دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن يعني بيكون في شغلانات السالري بتاعها اعلى من شغلانات تانية، وممكن تعمل سيرش عنها وتعرف فتختارها بناء على حساب الاساس يعني. فده ازاي تختار تخصص. هو انت مش محتاج اكتر من ان انت تتعلم الاساسيات وبعد كده تبدا تقرا عن كل مجال من جوه المجالات دي. عظيم. في موقع اسمه تيتشر ماركتنج اي ثينك. الموقع ده ممكن انا ابعته لك تحطه في الديسكربشن. حلو. في كل التخصصات، كاتب في كل حاجه عن الماركتنج، كاتب فيه تخصصات ده بيعمل ايه، وكاتب نبذه عن كل حاجه. فممكن تقرا نبذه عن كل حاجه فقرر ساعتها ان انت تختار السكشن ده او السيجمنت ده. عظيم جدا. لو كنت بتسمع الحلقه دلوقتي ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان بس يبقى في المحتوى واحنا ماشيين مع بعض لو عجبك طبعا المحتوى ده. طيب خلينا نخش في حته اكتر، وهو المصادر اللي انا ممكن اتعلم منها ماركتنج عشان اعرف الاساسيات اللي انت قلت عليها، كيوتيوب بقى، كمنصات مختلفه، حتى لو باشتراك رمزي ولكن مش الاشتراك بتاع كورسيرا مثلا. فكرة الكورسات بتقدم حاجات مجانيه اكيد، بس مش عايز اوصل للليفل اللي هو ادفع فيه فلوس ارقام كبيره يعني. اوكي. انا اول ما بدات كنت تايهه جدا من كتر الريسورسز اللي موجوده انا ممكن اتعلم منها. يعني حلو. انا مش شايفه ان المعاناه تتعلم منين. هو الريسورسز كتير بالزبط. كتير جدا جدا. لكن الفكره ان انت وكتر الريسورسز دي بتخليك انت اصلا مشتت ومش قادر ان انت تبتدي. طب اخد ده ولا اخد ده ولا اخد ده ولا اعمل ده ولا اروح فين ولا اجيب منين. بالظبط. وعلى فكره ده السبب اللي انا اصلا بنيت عليه ستارت بوينت 1. حلو. فانت فكره التوهان دي محتاج تتخلص منها. الريسورسز كتير. ابدا باي كورس جه قدامك ممكن تتعلم منه، ابدا بيه. عظيم. المهم انك انت تبدا. ولما هتبدا كورس ورا كورس ورا كورس ورا كورس هتلاقي نفسك المعلومات بتتداخل، فبتبدا تشبك المعلومات مع بعض. انا فاكره كويس كان في كورس باخده، انا كنتش فاهمه حاجه خالص نهائي. كنت قاعده وكنت عماله اعيط. تمام أصلاً. والله بجد كنت قاعده عماله اعيط من كتر ما انا مش فاهمه الكلام. بجد صعب. كان كورس ميديا باير، والكلام فعلا صعب وانا مش فاهمه ومين راح فين ومين جه منين لحد ما جيت في بوينت كان الكورس ده 6 حلقات، كل حلقه ساعتين. حلو. فيعني عدد لا نهائي من الساعات بقى. فقعدت مثلا في الحلقه الثالثه بدات اربط. حلو. تمام. في الحلقه الخامسه اي ثينك او في الاواخر خالص انا فهمت وعيطت ان انا فهمت بقى. يعني خلاص بقى عيطت اللي انت فهمتي. يا جماعه عشان كده قلنا البنات ما تشتغلش بعد اذنكم، ده هم في الفرح بتعيط وفي اللي هي مبسوطه او زعلانه بتعيط برضه. فكنت بعيط ان انا اخيرا فهمت. يعني بجد من كتر الفرحه انا اخيرا فهمت. انا فهمت. فده جه بعد ايه يعني بعد 3 سيشنز او بالزبط. 6 ساعات اصلا اقل حاجه. بالظبط. فده اللي انا عايزه اقوله، ان انت مش لازم تفهم من اول مره. حلو. مش لازم تفهم من اول حلقه خالص. انا لو كنت جيت من اول حلقه وقلت شكرا كنتش هفهم طبعا. صح. انا على فكره ما اشتغلتش بالكورس ده خالص، بس لحد دلوقتي انا عارفه الميديا باير بيتعمل ازاي. لما اجي اقعد مع ميديا باير انا ببقى فاهمه هو بيتكلم في ايه. طب كويس. وبدي كومنتس اللي هو لا اعمل كذا ما تعملش كذا، طب ايه رايك كذا. بيكون لي راي مع اني ما اشتغلتش ميديا باير بايدي خالص، ولكن انا فاهمه الميديا باير كويس. عظيم. فاللي اقصده ان انت مش من الاول هتفهم طبعا، وايا كان ايه المهم انك تبدا. ده الاهم ان انت ابدا باي كورس قدامك، واحده ورا واحده تلاقي نفسك بتتعلم. ما تستعجلش قوي في الاول، لان انا لحد دلوقتي انا بقالي 5 سنين بتعلم
بتعلم حاجات جديده وبعرف حاجات جديده ولسه حرفيا بتعلم كل يوم حاجه جديده عن اليوم اللي قبليها. فده طبيعي يعني، هي رحله كده مش هتنتهي. زي الفل. هو فعلا اللي انت بتقوليه يعني ممكن تفرح قوي قوي قوي، هي مش مبالغه في الفرحه على قد ما انت خلاص يا جماعه انا لقيت شغفي، انا بدات افهم، انا مش غبي، انا فبصراحه بتبقى متعه شويه. انا اول انترفيو عملته ما كنتش متوقع ان انا اتقبل اصلا، ولما جالي القبول ذات نفسه كلمت امك ابني نجح يعني اللي هو والله كلمت قلت لها ابنك هينجح، اللي هو صباح الفل بقى يعني، اللي هو انت انترفيو في نشاط طلابي اصلا فصباح الخير يعني. فهي بتبقى فرحه مختلفه شويه على قد صغرها، بس هي بتبقى كويسه لاي حد بتديله دفعه ان هو يكمل او ان هو يعمل حاجه اللي بعد كده. اكيد هو ما توقفش، لان الموضوع في الاول بيبقى صعب. يعني انت لما بتبدا تخش مجال جديد عايز تتعلمه، بالذات زي الديجيتال ماركتنج، فيه كلام كتير وفي ناس كتير، فتحس ان انت كلهم طب وانت مش فاهم اي حاجه بالظبط. فما تيأسش من الموضوع ده وما تحسش باحباط. الموضوع فعلا صعب، هو ده طبيعي. انت شبه البيبي بالظبط. البيبي ما بيتولدش بيمشي. لا هو يعني الاول بيعيط الاول بالظبط، ستيب باي ستيب كده لحد ما بنسيبه يمشي، بيبقى ماشي بيركن على الحيطه وبيركن على اي حاجه جنبه. فده طبيعي. ادي لنفسك الوقت ده في ان انت يكون بتدرس وبتتعلم. وطبعا لو في حد معاك هيسهل عليك كتير. عظيم جدا. طيب ايه هي عقلية الماركتر عشان يبقى، مش هقول ان هو اجمد حد في الدنيا، لانه لو عايز يبقى اجمد حد في الدنيا مش هيوصل للحاجة ديت في البداية اكيد، بس عقليته اللي توصله لمرحلة كويسة ان هو يقدر يقيم الحاجات اللي قدامه او يفهم هو عاوز يعمل ايه؟ مش بحسها يعني متخصصة في الماركتينج بس، بحس ان دي عقلية اي حد مفروض تكون في الوقت اللي احنا فيه ده. حلو. اول حاجة ان يكون متفائل دايما بغض النظر عن الظروف اللي بتمر فيها. بس انت لو ما بقيتش متفائل فانت هتعمل ايه يعني؟ ما فيش حاجة في ايديك تغيرها. تاني حاجة ان انت تشوف كل فرصة قدامك تقدر تستغلها وتستغلها صح. تالت حاجة هي انك انت زي ما قلت تتعلم كتير، تفضل تتعلم كتير وتبدأ تواكب بقى التغيرات. للأسف المجالات، في مجالات كده بقت بتتغير بسرعة، فانت لازم تواكب ده. ال AI ظهر هيخفي ناس كتير، بس هيطلع شغل كتير وهيطلع شغلانات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. فانت محتاج تستغل ده. دي عقلية اي حد المفروض يشتغل بيها، ان هو يستغل الفرص اللي قدامه ويتعلم يواكب التغيير، لان التغيير دلوقتي بسرعة جدا. فانت لازم محتاج دايما تعرف ايه الجديد، بالذات في الماركتينج. هو انت كده ايه عايز دايما تعرف تماركت لنفسك او تماركت للبيزنس بطريقه صح. فانت محتاج تفهم السوق وتفهم احتياجات السوق والتغيرات اللي بتحصل فيه. فانت محتاج ان انت دايما تكون بتواكب التغيرات الجديده اللي بتحصل. عظيم جدا. ده عقليه اي حد عموما لو عايز يطور من نفسه. اكيد. حلو. طيب ايه الهدف من انشاء ستارت بوينت 1؟ اوكي، انا كنت قلت ان انا البني ادمين او بلاش بني ادمين دي الناس لما بتبدا تتعلم او تخش تتعلم اي مجال زي مثلا مجال الماركتينج بيبقى تايه. فانا عشان مريت بالتجربه دي فحسيت ان احنا محتاجين نكون او نقدم حاجه تساعد اللي عايز يبتدي في الموضوع ده، ان انت بطل توهان وابدا دلوقتي تشتغل ان انت تستارت او ان انت تبدا. ومش لازم تبدا عشان يعني 0.1 او 0.1 دي جت منين؟ جت من اللي هي 0.1. ان هو اكسر الصفر. يعني اكسر الزيرو حتى لو بواحد بالظبط، 1 من 10. اكسر الزيرو وابدا اشتغل باي تولز هي معاك، باي موارد هي معاك. فاحنا ده اللي احنا او دي المسجز بتاعي، ان احنا بنبدا نساعد الشباب ان هم يتعلموا السكيلز المطلوبه دلوقتي في السوق من غير توهان، وان هم يبتدوا على طول. طب ده ازاي؟ احنا عندنا كذا، عندنا مثلا فري اونلاين سيشن. فده مثلا بنقدم دايما اونلاين سيشنز كده كل شهر تكون مجانيه تماما علشان الطلاب او مش بس الطلاب او الشباب اللي عايزين يبداوا في مجال معين يبداوا يتعلموها وتكون حاجه فور فري يعني. حلو. بتحطه على اول الطريق. مش بتديله طبعا كل النولج، بس أكيد. بتحطه على اول الطريق ان هو بتلمه من التوهان اللي هو بيبقى فيه. عظيم. بنقدم ورك شوبس، دي بتكون مثلا 3 ايام او 4 ايام في توبكس معين، في سكيلز معينه. فمن الاخر احنا مش عايزين الناس تبقى عايزه بتسمع عن حاجات معينه وتايهه فيها او مش عارفه ايه هي. بيسمعوا الديجيتال ماركتنج. ايه هو الديجيتال ماركتنج؟
طب بيسمعوا على الاي اي، ايه هو الاي اي؟ مش فاهمين، هم بيسمعوا بس مش فاهمين. عظيم. فاحنا بنحاول ان احنا نغطي ده. عظيم جدا. طيب ايه السيرفيس اللي انتوا بتقدموها برضو؟ ما احنا بنقدم ورك شوب اصلا. ده بيبقى مجانا ولا لا بفلوس. حلو. هي الحاجه المجانيه يعني احنا بنحاول ننوع ان يكون في حاجات مجانيه ويكون في حاجات مدفوعه. أكيد. فالحاجات المجانيه اللي هي الفري اونلاين سيشن دي بتبقى ثابته كل شهر. عندنا 2 سيشن كل شهر بيبقى عن توبكس معينه عشان نحط الناس كده على اول الطريق في المجالات المعينه. حلو. وبنقدم بقى ورك شوبس عشان نعلمهم السكيلز الاساسيه، فور اكزامبل مثلا ديجيتال ماركتنج، بيرسونال براندنج، فبنبدا نعلمهم السكيلز دي از تكنيكال. عظيم قوي. طيب الاختيار الاشخاص او الانستراكتور اللي بيديكوا السيشن دي او بيدي للناس الورك شوب بيتم اختيارهم على اساس ايه بالظبط؟ اهم حاجه ان هو يكون اكسبيرينس فعليه، يعني بيشتغل في السوق كده وايده اشتغلت كتير. تمام. حلو. عشان ما يبقاش بيقول كلام وخلاص. تمام. واحنا عشان احنا شويه بنخلي حتى طريقه الكورسز اللي بتتقال انتراكتيف وبروجكت حقيقيه بنشتغل عليها، يعني مش بتبقى بس جاست ان هي معلومات او هكذا. عظيم. وكمان احنا زي ما كنت بقولك كل ما كان في حد مرشد ليك كل ما كان احسن. احنا ده كمان بنحاول نوفره، انه انت لما بتاخد الكورس انت مش خلاص علاقتك بالانستراكتور انتهت، لا هو الانستراكتور مكمل معاك مدى الحياه. حلو. فانت الابديتنج اللي بتحصل في المجال هو بيقولها لك. عايز في حاجه تايهه منك بيقولها لك، فانت عظيم. بيبقى معاك مرشد كده طول الجيرني بتاعتك عشان ما تحسش ان انت تايه. لان انا برضو لما كنت باجي اتعلم انا قعدت تقريبا 2 من 5 سنين بخبط. حلو. مره بقرا كتاب وبعدين مره باخد كورس، بعدين ما فيش حد في حياتي كده اقدر ارجع اساله طب هو البروجكت اللي انا عملته ده عملته صح ولا غلط. كنت بقى بكتشف ده بعد ما اخد الكورس. يعني انا كنت بقى بشتغل على البروجكت وقدام بقى لما باخد كورسز جديده بعرف اوكي ان انا كنت عامله ده صح ولا كنت عامله ده غلط. حلو. فده يعني بياخد وقت. انا الحاجات اللي اتعلمتها في 2 مثلا لو كان معايا حد كنت اتعلمتها في 6 شهور بس. حلو. يعني انت قصدك ان انتوا بتوفروا منتورشيب للشخص ده بالظبط، وبتقدروا توجهوه بعد كده. بالظبط. حلو. هي المسج الاساسيه او النيد الاساسي اللي احنا بنحاول نعالجه ان انت ما تبقاش تايه في الجيرني بتاعتك وانت في الكارير بتاعك ايا كان ايه هو المجال اللي انت فيه، انك ما تبقاش دايما تايه فيه ومش عارف تروح فين وتيجي منين وهكذا. عظيم قوي. البيزنس اونر او الحلو طبعا ممكن اعيط. طبعا ممكن اعيط. كنت لسه بقول لك ان انا دايما بلعب ان انا بزنس وومن وكده. بالظبط. فهل يعني ايه شغفك بعد ما كنت صغيره ومبسوطه بالموضوع؟ الموضوع صعب قوي 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 يعني. بالمناسبه في حاجه انا اصلا ماركتنج مانجر في شركه. عظيم. غير ستارت بوينت 1. فانا هنا مانجر وهنا فاوندر بس مانجر. موضوع صعب قوي بجد. الموضوع اي حد بيفتح بيزنس هو انا دايما بعتبرها بنتي. يعني بقول ستارت بوينت 1 هي بنتي مش بيزنس وخلاص، لا طبعا. يعني حتى على ما اخترت الاسم واخترت اللوجو يعني الجيرني كانت طويله قوي. يعني انا متهيالي الناس كلها بتاخد رحله مستمره. انا ممكن اكون اخترت اللوجو في 3 ايام حرفيا والاسم ذات نفسه وانا قاعد كده بفكر وبقلب بسكرول كده على الفيسبوك جت في دماغي تأقلم على مش عارف ايه، فيلا بينا نعمل تأقلم من غير ما كانش معايا تيم ولا كان اي حاجه. وانا خبرتي اصلا في الماركتنج مش اللي هي يعني خدت كورسز وسمعت هنا وسمعت هنا ونزلت هنا وكده، ولكن ما كانش خبرتي اصلا في الجزء ده. فيلا بينا. الناس كلها قعدت اسابيع وانا في ظرف اسبوع خلص. شهور اكيد اكيد وانا في اسبوع يلا بينا. بس انا هقول لك ليه. انا بحب البراند قوي، بحب البراندنج جدا. وممكن اقول حاجه ليه ده. البراند خلينا يعني نرجعها للعربي يعني هويه. حلو. فاحنا مثلا هويتنا ان احنا عرب، هويتنا مثلا ان احنا مسلمين، فاحنا في هويه احنا بنرجع ليها طبعا. فاي بني ادم لازم يكون ليه هويه بيرجع ليها عشان يكون ليه اصل يعني. والهويه بيكون ليها values فانت يعني بتعتنق هذه الvalues. عظيم. فكذلك في البيزنس، فانت في البيزنس بيكون ليك هويه او براند ليها نفس الموضوع. فانا بحب البراند عشان هي حته ايموشنال شويه. حلو. فانا بحب البراندنج قوي والبراند. فعشان كده كنت كل حاجه يعني
باخد فيها وقت طويل. باخد راحت يعني، هو مش وقت طويل على قد ما انت بتاخدي كل حاجه بوقتها او بميعادها عشان تطلعها بشكل كويس. عشان انا عارفه ان دي هتاثر ازاي قدام، عارفه ان الاسم هياثر ازاي قدام. يعني حتى ما كنت بعمل مع التيم عندي، سمية اختاري اسم وخلاص. واخترنا كذا اسم وخلاص هنعمل اللوجو. لا يا جماعه مش حاساه. حلو. مش حاسه انا عايزه اسم يكون بيعبر. طيب اللوجو لا برضه مش حاساه. فانا عشان انا جايه من خلفيه براند شويه، فانا عارفه ان كل حاجه بتاثر. فانا محتاجه ان انا اركز في كل تفصيله صغيره، وانا اصلا يعني عندي هوس المثاليه للاسف يعني الشديد، بس بحاول اتعالج من هذا. تمام. يعني بحاول ان انا اتخلص منه. فعشان كده كنت بركز قوي في كل تفصيله من التفاصيل. عظيم. فالبيزنس اونر يعني صعب قوي بجد. طيب هل عوائد يعني؟ ما هو اكيد كل حاجه صعبه لها عوائدها. عوائدها من ناحيه ايه؟ كل حاجه يعني، كمثلا لو ربنا كرمك بالحاجه ديت فانت كبيرسونال براند في حته تانية صراحه. غير كده كمان كفلوس، لو ربنا كرمك فيها فبتقدر تدخل منها ما يكفيك. مش هقول ان انت بتدخل ارقام كبيره، ولكن الى حد ما بتشيل الدنيا وبيطلع لك ربح كويس. فهل الحاجه ديت شايف ان هي على المستوى البعيد ممكن تكون كويسه، ولا اشتغل في شركه وخلاص بقى، بما ان لو انا مسكت ماركتنج مانجر او كده فالارقام كويسه؟ طيب بس خليني ارد على انا ليه اخترت انا ده. انا اخترت ده عشان انا باصه لحياتي قدام هتبقى شكلها عامل ازاي. فدي الحته بتاعت اللي احنا اتكلمنا عنها فيها بالظبط. لا وبتاعت البنت. انا عارفه ان انا بنت قدام هيكون عندي مسؤوليات بشكل معين. انا محتاجه اسيستم حياتي بشكل معين عشان اقدر اعيش واقدم الفاليوز اللي انا مقتنعه بيها. حلو. فكان ان انا يكون عندي بالاضافه لان انا حابه البيزنس. فكان الهدف ان انا يكون عندي حاجه شخصيه اقدر امانج فيها. انا دلوقتي عندي وقت كتير فاقدر اشتغل 24 ساعه عندي، ما عنديش مشكله. انا عارفه ان قدام مش هيكون عندي الوقت ده، فانا بدات من دلوقتي ان يكون عندي بزنس شخصي علشان قدام يكون في تيم هو اللي بيشتغل وانا جاست بعمل حاجات معينه فتكون متاقلمه مع ظروف حياتي اللي ان شاء الله تكون قدام. حلو. تمام. ده كان السبب الاساسي او من الاسباب اللي خلتني اعمل بزنس. لكن هل هو ليه عائد؟ فما اقدرش احكم لان انا لسه يعني بادئين في شهر 4 اللي فات، فما اقدرش يعني اقول ايه العوائد الجامده اللي هي حقيقيه. مفيش عوائد قبل سنه على الاقل خالص اكيد. بالظبط. فما فيش عائد ان انا اقدر اقول لك الاكسبيرينس كامله كانت ايه. ولكن هل مثلا أو ممكن اكتر عائد ان انت بتتعلم كل يوم حاجه جديده؟ ده اكيد. وانك كل يوم بتتحط في مواقف اصعب من اليوم اللي قبليها. انا فاكره انا بحب افكر شويه يعني واخد الديسيشن كده وانا مفكره واخده راحتي. اوقات كنت بتحط في موقف لازم تاخدي ديسيشن حالا، والديسيشن ده هيأثر عليكي قدام. يعني لو غلط في عواقب ليه جامده قدام أكيد. وممكن تكون بفلوس. ولو اتاخرتي فبرضه في عواقب ليه. انت لازم تاخدي حالا قرار. دي كانت حاجه انا مش قادره استوعبها. انا محتاجه افكر طبعا. فانت بتبدا تتحط في مواقف ما كنتش تتخيل 1% ان انت هتتحط فيها. عندك حد في التيم اثر في حاجه معينه لظروف معينه خارج ارادته، انت المفروض تسد ده غير مثلا ان انت كنت ممكن تبقى انت التيم. يعني انا اوقات انا اللي ببقى الجرافيك وانا اللي ببقى الديزاينز وانا اللي ببقى الكونتنت كله يعني اللي هو انا ميكس كله. انا الشركه اصلا بالظبط. يعني حقيقي انا مثلا كان معظم التيم اللي عندي طلبه، فكانوا الفتره اللي فاتت ديت بيمتحنوا ما فيش حد. شكرا. عظيم. حلو قوي. شكرا. حرفيا كنت انا كل حاجه. انا اللي بكتب الكونتنت وانا اللي بعمل ديزاينز وانا اللي بنزل فيديو وانا اللي بنزل اصور كل حاجه. الحمد لله عندي انا مالتي تاسكر. حلو. بعرف اعمل التاسكس دي كلها. عظيم. زي ما قلت لك انا اتعلمت الجرافيك من كل حاجه. انت جبت اصلا كل حاجه في سوق العمل اصلا من بدري. فصباح الخير يعني. بالظبط. هي الفكره انا بشوف ان الفترات دي على قد ما انت مثلا ممكن تشتغلي فيها او ان انت تتعلمي حاجه جديده، بحس ان هي بتكون محتاجه بلان قبلها بفتره بحيث ان انتوا تجهزوا كل حاجه. لان الناس ديت بيجي عليها وقت وانت هيجي عليك وقت اللي هو انا مش هكون متاحه، انا عندي شغل، انا الحاجات دي كلها. فبشوف دايما ان هي بتتحل بنقطه التخطيط من قبلها بفتره، وبتبقوا عاملين بلان ومجهزين لها الدنيا اكتر. والله عايزه اقول لك حتى لو عامل بلان انا ما بمشيش من غير بلان. يعني انا عندي مثلا 3 حاجات. عندي ستارت بوينت 1 وعندي الشركه اللي انا شغاله فيها وعندي الفريلانس. يعني انا برضو شغاله جزء فريلانس. فانا عندي 3 حاجات دول المفروض ان انا بركز في كل حاجه فيهم. حلو. المفروض ان انا عندي مسؤوليات في كل حاجه فيهم. انا عندي مثلا هنا اكونتس في فريلانس، فالمفروض ان انا بركز مع كل كلاينتس جوه الفريلانس. عندي في الشركه انا ماسكه هي اصلا شركه هندسيه في يعني اندستري صعبه شويه.
فانا ماركتنج مانجر فيها، فبقعد لازم اركز واشوف هنعمل ايه وايه الستبس اللي جايه واتابع كل تفصيله. وفي نفس الوقت ستارت بوينت 1 انا كل حاجه طبعا يعني انا كونتنت وديزاين وكل حاجه. فالموضوع بيكون اوقات مرهق، بس انا عارفه ان انا عندي الوقت دلوقتي نعمل ده. حلو. وانتوا فاتحين اصلا باب التدريب دلوقتي او باب فتحناه التطوع دلوقتي بالظبط، فتحناه في كذا سيكشن دلوقتي. وكان عندي شروط على فكره قبل ما افتحه، ان انا كنت محتاجه الاول ان انا اطلع شغل عشان الناس تشوف شكل طبعا الكواليتي اللي احنا بنطلعها شكلها عامل ازاي، عشان يثقوا في الشخص اللي هيجي، لان كل سيكشن دي مانجر، فمحتاجين يجوا يبصوا او يشوفوا الشغل اللي طالع اصلا اوريدي شكله عامل ازاي. فلما يلاقوا الشغل اللي طالع بكواليتي كويسه هيثقوا في المكان اكتر. بلس ان انا لازم يكون في سيستم، يعني دي شروط انا بحطها اصلا قبل ما افتح اي انترنشيب. لازم يكون في سيستم، الناس اللي هتخش انترنشيب دي هتتعامل ازاي، هيتعاملوا مع بعض ازاي، هيكومينيكيت مع بعض ازاي، هيسلموا الحاجه ازاي، هيستلموا الحاجه ازاي. الحمد لله السيستم موجود. وهيتعلموا ايه طبعا كل سيكشن على حسب ايه السكيلز الجديده اللي هيتعلمها فيه. وثالث حاجه الفيدباك، ازاي هياخدوا الفيدباك وهيطوروا من نفسهم. فيعني انا دايما بحاول الحته دي ان هو مش اي انترنشيب وخلاص وتعالى خد اتدرب لك 3 شهور، لا يعني بنحاول ان احنا يكون الموضوع يعني على اكبر قدر يفيد الناس اللي هتدخل. حلو قوي. طيب احنا عايزين خصم بقى للناس اللي بتسمعنا في تأقلم. الستارت بوينت 1. فالخصم اللي انت حباه، مش هنقول خصم مثلا 50 و60%، احنا عاوزين حاجه في المعقول برضه. اوكي، احنا اول ورك شوب هختار حد من الكومنتس يكون ياخد اول ورك شوب فور فري. حلو. واي حد يجي من بودكاست تأقلم هياخد خصم 25% على اي كورس. الشخص اللي هياخد الورك شوب الفري ده في اي ورك شوب هو هيختار؟ في اول ورك شوب هنعمل لا الجرافيك ولا الكونتنت ولا انت بتتكلم على لا، ما هو الورك شوبس مختلفه، يعني بنتكلم الورك شوب عن ديجيتال ماركتنج، عن سيلز. هو اللي هيختارها ولا الورك شوب كل ده؟ هيختارها. حلو. اللي ورك شوب فور فري يختارها بقى زي ما هو عايز. عظيم جدا. طيب في النهايه انا بشكرك جدا. الوقت ده بصراحه استمتعت بيه حقيقي. الكلام مثمر جدا والوقت عدى ما حسناش بيه حقيقي. فانا مبسوط جدا ان انت كنت معايا وبشكرك جدا على وقتك. انا اكتر، واتمنى اكون ضيف خفيف. ده اكيد. تسلم. انا بجد مبسوطه، يعني ان شاء الله الناس تستفاد وربنا يوفقك. الله يكرمك يا رب. وان شاء الله نسمع عن ستارت بوينت 1 اكبر الاكاديميات اللي بتقدم كورسز في مصر كلها ان شاء الله. يا رب. بشكرك جدا. لو كنت بتشوف الحلقه دي على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. تقدر تحمل وتسمع البودكاست كمحتوى صوتي موجود على جوجل بودكاست وسبوتيفاي. انتظرونا في بودكاست جديده من بودكاست تأقلم. دمتم غير مشتتين. تأقلم.